رنا عبد الحميد مواطنة مصرية تصنع التاريخ. رنا شابة مصرية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، نجحت في الحصول على تصريح بإقامة شعائر المسلمين في شهر رمضان، وأهمها على الإطلاق رفع أذان لأول مرة في تاريخ استوريا، وده حي في ولاية نيويورك الأمريكية. خلونا نشوف التفاصيل ونشوف الحكايه بتاعت رنا عبد الحميد. اللي النهارده جميع وكالات الانباء في العالم والصحف الامريكيه بتحتفي بهذه الشابه المصريه، وانا في الحقيقه بطالب فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر بتكريم هذه الشابه المصريه، والمجلس القومي للمراه بتكريم هذه الشابه المصريه رنا عبد الحميد. خلونا نشوف قصه رنا عبد الحميد واللي عملته والحاجة التاريخية في الحقيقة اللي نجحت في تحقيقها. Me too. I just feel really emotional. It's so beautiful, especially the mosque that I grew up in, to be able to see the adhan and hear the adhan as we're just driving by. It reminds me that we can be unapologetically Muslim in New York, in the West, and be proud of our identities. أنا سعيدة جدا وفخورة بالشغل اللي عملته رنا هي والتيم اللي معاها كله، ويا رب الأغاني تعمل في كل حتة في أمريكا ونسمعها في كل مكان، وكنا دايما بنقول نفسنا نسمع الأغاني زي في بلدنا. الحمد لله دلوقتي بقينا نسمعه، يا رب يفضل على طول مش في شهر رمضان بس. أنا فرحانة جدا، أول مرة أسمع الأذان في أستوريا، عايشة بقالي 19 سنة، فهي حاجة يعني ما شاء الله، ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتها، ومبسوطة جدا جدا جدا. طبعا زي ما حضراتكم تابعتم، دي رنا عبد الحميد ومامتها واصدقائها وصديقاتها في حي استوريا في ولاية نيويورك الامريكية. طبعا دي الصحف الامريكية اللي كتبت عنها، مصرية تصنع التاريخ، هكذا عنونت الصحف الامريكية ووسائل الاعلام
رنا من مؤسسي منظمة حجاب لدعم المرأة المسلمة، ولها نشاط في دعم المهاجرين في أمريكا، ومن الشخصيات المحبوبة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. وزي ما حضراتكم شايفين فعاليات عديدة بتتابع وبترصد مجهود جبار بتبذله هذه الفتاة المصرية اللي عايشة في الولايات المتحدة الأمريكية بأسرتها من حوالي 31 عام. عمرها طبعا هي 27 سنة. زي ما حضراتكم شايفين نجحت في الحصول على تصريح من السلطات المحلية بإقامة أو برفع الأذان لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. في الحقيقة إنجاز كبير وإنجاز عظيم جدا في الحقيقة. زي ما قلت كده في البداية، تستحق عليه تكريم مشيخة الأزهر والإمام الأكبر شيخ الأزهر والدولة المصرية. كل التحية لهذه الفتاة المصرية، رفعت راسنا جميعا.